السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا لدرجة ما تتوصفش. من أيام الأيام الجميلة، أيام أمي وأمك وستي وستكو. الفيديو ده هيبين لنا إزاي وهنعمل مع بعض إزاي بنطبخ مع بعض ال- المحشي على الكانون. وهنجمع مع بعض الليمون من عند بيت والدي. ما شاء الله، يعني احنا عندنا كل حاجة متاحة، زارعين فاكهة بتاعتنا قدام البيت وبنقطف منها وبناكل، والحمد لله الخير كله موجود عندنا. هوريلكم في الفيديو الجنينة الصغيرة بتاعت والدي والحاجات الجميلة اللي هي مزروعة فيها. هنبدأ مع بعض الفيديو عشان نوضح ازاي بنطبخ مع بعض المحشي على الكانون. اول حاجة يا حبايب قلبي، طبعا زي ما احنا عارفين دي ايام جميلة جدا جدا. من زمان الناس بتطبخ كده، انا لسه والدي ووالدتي بيستخدموا الطريقة دي. كان زمان مفيش غاز مفيش الكلام ده، كانت الناس لسه بالفطرة بقى يا حبايبي. اي شوية غاب عندهم ولا اي شوية حطب بيلموهم ويجمعوهم ويحطوا طوبتين كده من الجنب ويبنوا كانون. يعني بيبنوا كانون ده اللي هو يعني زمان شايفين. انا والدتي عندها بوتاجاز قديم زمان شايفين كده، وعملته وظبطت جنبه كده علشان خاطر ان هي لما تيجي تطبخ عليه تولع تحتيه وخلاص، نار بالخشب كده وخلاص. لكن الكانون الاصلي والاساسي بيتبني بالطوب. بيبقى طوبتين تلاتة او طوبتين، 4 طوبات الناحية دي و4 طوبات الناحية دي، ويتغلفوا كده بقى بالطين بقى كده ويتظبطوا ظبطة مظبوطة. يعني هو شبه اللي قدامكم ده، بس ده علشان هما كان عندهم بوتاجاز قديم وخلاص، قالوا كويس عشان يتحكم في الحلة وكده، هو متظبط من لوحده. فانا لقيت مامتي بتعمل بتطبخ المحشي على الكانون. فقلت لنفسي انا ان شاء الله لو سافرت بعد سنه بعد شهر بعد يوم بعد 2 بعد 3، انا لما اروح هناك الوضع هناك مختلف تماما. الوضع هناك الغاز بيبقى غالي، وبيبقى في خشب كتير بقى متوفر من الورشه بتاعت زوجي هناك وكده. فانا قلت ببقى عايزه اعمل كانون اطبخ عليه كل حاجات كتيره جدا، بس ما بعرفش اعملها صراحه يعني. فانا قلت لوالدتي تعالي بقى يا ماما عرفيني ازاي بتطبخي الكانون، بتطبخي المحشي ازاي على الكانون، ودرجه الحراره بتكون عامله ازاي تحت الحله، علشان ما اجيش اعك انا بقى هناك وتتحرق مني الحله اللي متكلفه قد كده. المهم يا حبايبي، قعدت جنبها وقلت لها بقى عرفيني. قالت لي انت بتحطي القعد بتاع المحشي اللي هو الشوربه بتاعته زي ما بتعمليه على البوتاجاز بالظبط، ولا في اي حاجه اللي باختلاف انت بتظبطي النار ازاي تحتيه. اول حاجه بتحطي النار على نار عاليه، بس برضو حاولي ما تكتريش النار جدا تحت البوتاجاز تحت الحله، علشان خاطر طبعا انتوا عارفين لما المحشي بتيجي بيبقى النار تحتيه عالية جدا، بيتفرط منك، اللي هي ولا عالية ولا واطية. قلت لها يعني يا ماما هي النار اللي قدامي دي كده مش عالية؟ قالت لي لا، عالية بقى لما تكون خلاص، يعني من كتر ما هي عالية بتطلع على الجناب وتطلع لفوق وتحس ان هي هتاكل الحلة كده. لكن هي دلوقتي متوسطة يا دوبك على قد قعرية الحلة، وفي نفس الوقت تطلع النار المظبوطة اللي تخلي الحلة تفقفق من كل جوانب. وزي ما ماما بتعمل دلوقتي كده، بتقومي ماسكة الحلة بأي كهنة قديمة عندك وتدوريها يمين تدوريها شمال، علشان خاطر الحلة تبقى من كل الجوانب متظبطة تظبيط مظبوط. قلت لها يا مامتي طيب دلوقتي هنعرف ازاي نهدي عليها، والكانون يهدي عليه ازاي، والحاجة تبقى يعني لما النار، احنا عارفين لما النار بتفور قدامنا المحشي بيفور كويس بنقوم موطيين عليه. فدلوقتي هنوطي عليه ازاي؟ قالت انت بتبقي متحكمة في النار اللي تحت دي، ما تحطيش نار ولا هي كتيرة ولا هي قليلة. وفي نفس الوقت بتكون اول ما تحس ان هي النار دي بدأت توطى، انت بتزوديها شوية بتاع خشب او اي حاجه ولعه يعني من اللي تحتيها. انا دلوقتي حاسه ان هي النار دي هتطفي مني، لا انا كل فتره بقوم مزوده لها حبه صغيرين صغيرين كده، لا هي تبقى عاليه لا هي تبقى واطيه. هوريكم دلوقتي المحشي هنفتح عليه ونظبطه كده ونوريكم هو مفقفق من كل جوانب ازاي، وازاي بنبقى
يعني ايه نستوعب النار تحتها ازاي. شايفين كمية النار اللي تحت الحلة؟ هي دي اللي على قد الحلة الكبيرة دي. وقالت لي كمان حلة بتاعتك هتبقى صغيرة، مش تبقى كبيرة كده، فانت حاولي تهدي النار شوية، ما تبقاش النار عالية كده. برضو كل حلة على قد مقدارها. يا جماعة زمان كنا بنطبخ الحاجات دي، والله العظيم كانت ستي وعماتي وخالاتي كل الناس كانوا كلهم بيطبخوا كده. المحشي بقى بيكون جميل جدا. شايفين المحشي متفقفق ازاي؟ شايفين فاير من كل جوانب ازاي؟ والله العظيم طعم المحشي ما يتنسيش. لو جربتيه بالطريقة دي مش هيتنسي. وفرتي غازك ووفرتي كل حاجة. انت قاعدة بتتدفي في عز الشتاء زي ما انت شايفة. والله العظيم ما كنت عايزة اقوم من قدام الايه، الكانون ده. المهم يا حبايبي، كان زمان ستي وستكو بيطبخوا الحاجات دي، ويعملوا المحشي ويعملوا الصلصة يسبكوها على على الكانون. وكل ما لذ وطاب بيطبخ على الكانون. ما كانش فيه بقى غاز وما كانش فيه الكلام ده. كان زمان الطيبة والحنية ولمة الأهل والأحباب. كنا نتلم كده يوم جمعة مثلا. يعني هما كان زمان بيتلموا كل ليلة على سفرة واحدة. تعالوا دلوقتي دوروا على كل واحد وكل بيت، والله لو لقيت اتنين تلاتة من البيت بيتلموا على صينية واحدة، ده يبقى فضل ونعمة من الله. الناس اتشغلت بالدنيا وما فيها، والناس نسيت ربنا ونسيت ان المفروض علينا صلة الرحم، وان احنا نتلم ونتجمع، على الاقل نعرف اخبار بعض ونعرف اخبار الدنيا. لكن كلنا دلوقتي يوم ما بنتلم في بيت واحد في نفس الوقت، كل واحد بيبقى مشغول بتليفونه. اللي مشغول بالتلفزيون لا بيسمع ماتش، واللي مشغول التليفون لا بيكلم معرفش مين، لا فاتح النت. كلنا بقينا بجد. ربنا يعود الايام بتاعت زمان، بجد كانت ايام جميله، وكنا متجمعين وملفوفين. انتوا عارفين ابويا كان بيولع الشاليه في الشتاء، وهو مازال بيعمل كده. انا بالنسبه لابويا بجد بيجمع اخواته واحبابه كلهم في الشتاء ويولع الشاليه. عارفين الشاليه اللي هي بيجيب شوية خشب من اللي انتوا شايفينه ده وكوالح وكلام من ده، ويقوم مولع شوية خشب مظبوطين كده، يعملوا شوية نار مظبوطين في ايه، في قدرة كده، اي حاجة كده حديدة عندنا. هي اصلا اسمها شالية وبتتباع عندنا ب30 جنيه يعني. فدي كان بيعمل عليها الشاي ويأمر عليها العيش واحنا قاعدين. ولو عندنا كحك من كحك العيد بقى بنجيبه في الشتا دي، ونقوم مطلعينه ايه ومسخنينه. وكان بيعمل لنا البصل في قلب البصل ده، كان بيحط لنا البصل يتشوي في قلب البتاعه دي، والجزر في قلب النار دي، واحنا قاعدين في الشتاء وناكل احلى واجمل اكل ما شفتش ولا هشوف ولا هدوق بالطعامه دي. تعرفوش ليه؟ يعني كانت ربنا مخلي الاكل ده جميل كده ومحببنا في القعده دي، علشان ان احنا نبقى ملمومين، علشان ان احنا نبقى مع بعض مش متفرقين. دلوقتي الحاجه بتيجي جاهزه وبتيجي معموله في احلى المطاعم وفي افخم المطاعم، ومعموله باشيك الطرق، وتلاقي طعمها ماسخ، ملهاش طعم. بجد ايام زمان دي مش هنعوضها، وايام زمان دي مش هنكررها. حاولوا يا جماعه، حاولوا اللي ليه اكتر من ابن او بنت، حاولوا لموهم، اجمعوهم حواليكوا. بجد اللمه حلوه، وتجميعة الاهل دي مش بالساهل. ما تعرفوش قد ايه البنت بتبقى مبسوطه لما اهلها بيلمها حول ما يجوا يقولها تعالي انت هتقضي اليوم معانا النهارده مثلا، او يعملوا لها احتفال بقى ان هي موجوده يعني. كل حاجه وكل ملذه وطب يتعمل في البيت، ده بيبقى طعمه مختلف. صحيح ان العيال بيجننوا اهل البنت او اهل البنت اللي متجوزه دي. بجد يعني العيال طبعا معروفين، بس كل العيال كده، كل البيوت كده. بس ما تعرفوش قد ايه قيمة ان وجودنا في بيت واحد وملمومين على سفرة واحدة، او متجمعين كلنا. انا ابويا الهي ربنا يخليه لنا يا رب، بيجمع عماتي بسم الله ما شاء الله. انا ليا 8 عمات، 8، ربنا يخليهم لي يا رب. بيجمعهم ويلمهم ويعمل لهم احلى اكل. انا واختي وامي بنتجمع نعمل اطيب الاكلات ونعزمهم. علشان ايه؟ علشان ايه يعني كل ده بيبقى علشان ايه؟ صلة الرحم يا جماعة، صلة الرحم. مش معنى ان خلاص كلهم كبروا. والله العظيم هم عماتي دولت يعني ستات ايه يعني، معاهم بنات متجوزين وبناتهم اصلا بقوا حموات. تخيلوا، كبار في السن مش صغيرين. بس بابايا عودنا ان احنا نجمع الشمل، نلم. صلة الرحم حلوة يا جماعة، حاولوا لموا على
اخواتكم اهاليكم، يعني انتوا مش هتخسروا حاجه، والله ما هتخسروا حاجه لو جمعتوا كده ورجعتوا ايام زمان. جربوا مش هتندموا، جربوا تحسوا بايام البراءه والنقي بتاع زمان والطهاره. زمان يا جماعة كنا بناخد ال50 جنيه، 50 جنيه ايه، والله 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 كمان مرة يمكن ال20 جنيه. يمكن انا ما حضرتش وضع ال20 جنيه بصراحة يعني. كانت امي بتحكي بتقول انا كنت باخد البريزة، امي بتحكي بتقول انا باخد البريزة اروح اجيب بكل ما لذ وطاب من السوق، واجيب كل حاجة، يعني التسويقة كنت اجيبها تكفيني بالاسبوعين. يا حبيبة قلبي يا امي، وكانت تكفي، كانت كل حاجة رخيصة وكل حاجة فيها بركة. ليه يا جماعة؟ ليه كانت البركة موجودة؟ علشان بركة وجودنا مع بعض، بركة لمة العيلة، وبركة ان الناس كلها قلوبها صافية ما يغركوش اللي احنا فيه دلوقتي والغلو اللي احنا موجودين فيه. الغلو ده اكيد حكمة من عند ربنا والله، بس بيختبر الناس علشان يشوف الناس قلوبها هتتغير ولا لأ. بس ربنا يعافينا ويعافيكم، الناس اتغيرت بجد، الناس بقت مختلفة. وكل بيت تلاقي كل واحد موجود فيه مختلف عن التاني، مفيش واحد طبعه زي التاني. كان زمان معروف ان البيت ده ما شاء الله عليهم ناس محترمة جدا، ومن بيت ومن رقي. كنا ندخل البيت ما شاء الله يعني، كلهم شكل واحد، تربية واحدة، أسلوب واحد، فاهمين؟ دلوقتي لا، ما عادش. طيب يا حبايبي، من ذكر الكلام انا حبيت ان انا اصور لكم الايه يعتبر الجنينه الجميله اللي عند ابويا، على مدار البيت، يعني داير ما يدور حوالين البيت عامل جنينه. دي تقريبا برتقان، ايوه شجره برتقان، وفي تحت ودي شجره ليمون تقريبا، وشجر نخل كده، وفي جواف على فكره. وايه تاني، في عنده 3 شجرات ليمون، ادي شجره ليمون كمان، وعنده شجره يوسفندي. على فكره يا جماعه انا مش عارفه هو عنده شجر ايه، بس عايزه اتكلم واقول ان انا صورت الفيديو ده علشان ان شاء الله يعني يبقى عندي للذكرى لما اجي اسافر. ان شاء الله يعني باذن الله ناويين للسفر في اي وقت بقى، النهارده بكره بعد سنه بعد شهر. المهم هيبقى معايا فيديو على قناتي يحسسني كده ان انا بجد ده بيت ابويا، ده المكان اللي انا اتربيت فيه، ودي يعني الجنينه الجميله دي. احس كده ان ايه، ان انا عايشه معاهم، او على الاقل اتذكر حاجات جميله من ايام زمان. هتذكر اليوم اللي انا سجلت الفيديو ده فيه، والوقت اللي انا قضيته اليوم ده بجد ما يتنسيش بصراحه. لما جيت انا وابن اختي علشان نجمع الليمونه دي، قلت انا هجمع الليمون اللي فيها علشان اخده معايا، اخده بيتي يعني. فمامتي قالت لي اجمعي وسيبي ايه جزء لينا يعني. فكل حاجة احنا بنحاول نزرعها. ماما كمان بتبقى تزرع ملوخية في الحتت دي وجرجير وحاجات كده. وماما كمان اللي مخلاها بطلت تزرع في المكان هنا عشان في عندنا قراطين أرض جنب في الناحية التانية، فبتزرع فيهم بقى خس وجزر وخس وبصل وجرجير وفلفل وبتنجان بقى، كل ما لذ وطاب، كل حاجة خاصية البيت. تعرفوش يا جماعة ان الحاجة اللي بتتزرع او بايدك او انت اللي بتعمليها وبتراعيها وتيجي تاكليها وتقطفي منها، يا ما شاء الله ما شاء الله والله. عايزه اقول لكم على حاجه، انا امي كل ما تزرع اي حاجه، يعني مثلا الليمون ده طرح اهو، لازم تودي منه لحبايبها، يعني تقول الحاجه دي الشجره دي في زكاه عليها، يعني تخيلوا بتزكي على كل حاجة عندها. لما كانت مربية مواشي، كانت لازم تطلع كل أسبوع، كانت بتطلع كل أسبوع حبة لبن، يعني مثلا بتوع الصبح أو بتوع بالليل، كانت تطلعهم لوجه الله. يقول لك دي زكاة الحاجة اللي انت بتعمليها دي. كانت طبق عملت زرعة خس، لازم تطلع من الخس قسما بالله. كان الخس اللي بيبقى عندها ممكن يتباع ويجيب لها فلوس، تقول لك لا توزعه وتجيب منه صبح واخر النهار مثلا، وتوزع على جيراننا وحبايبنا وكانت بتوزع. قليل جدا 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 لما تفكر تبيع، ويوم ما تفكر تبيع ترجع بيه تاني، سبحان الله، وما كانش بيتباع. كانت تقول ده مش احنا، ربنا سبحانه وتعالى مش باعت لنا رزق في الحاجة دي علشان في ناس تانية محتاجة الرزق فبيتبعت لها رزق، احنا رزقنا ربنا جعله لنا في حاجات تانية. فيا حبايب قلبي حاولوا تتلموا وتلموا الشمل. والصدقة يا جماعة، الصدقة بتعمل حاجات كتير قوي، شايفين الليمون جميل ازاي؟
شايفين ان انا بجد فرحانه قوي بالفيديو ده، فرحانه قوي ان انا بتكلم معاكم، واسفه اني طولت عليكم واتكلمت في حاجات بجد الحاجات دي هتبقى مفرحاني بعدين. حاولوا يا جماعه، حاولوا تتلموا، حاولوا ترجعوا الشمل. بجد انا الفيديو ده مش عارفه اذا كان هيعجبكم او لا، بس اللي وصل معايا للفيديو لغايه دلوقتي يشترك في القناه اللي ما كانش مشترك، ويفعل زر الجرس علشان يوصل له مني اي حاجه بقدمها. وان شاء الله باذن الله ربنا يعيني واقدم لكم فيديوهات هتعجبكم باذن الله. واللي مهتم بمحتوى قناتي يقول لي ايه اللي عجبه في قناتي. دلوقتي اقول لكم مع الف سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.